صدقوني بالله غير 28 يوم ينحي لك اي مخدر دخل في حياتك وخربها لك، بالكوكايين بكل انواع، مع الجين 4 مليون مريض. طريقة هذه لانه انا كنسافر العالم، عندي فكرة على مستشفى علاجة الادمان في كل بلد. بصح انا حاس انه طريقة متميزة. وش هو الفرق بينه وبين اي مركز في اي العالم معالجة الادمان؟ Во-первых, я потомственный врач-психиатр. فمن هو صغير كان عنده الفكرة كيف يتم العلاج النفسي، كيف بيعالجوا المريض، ولما كبر تعب على نفسه كثير حتى وجد طريقة غير موجودة بكل العالم. هاي نعمل أقل من 6 ل 10 جلسات حسب حالة المريض. خلينا نقول المريض هون بعيش الأعراض الانسحاب والرغبة وهو نايم. راح يهديني كتاب ديالو اللي عملوا بعد الرحلات ديالو كاع للبحث عن كل انواع المخدرات. قدام قبر بابلو اسكوبار في كولومبيا، هنا زراعة الحشيش. بوليفيا. قول له كيف قدر يدخل هون مع الدكتور نزراليف. السلام عليكم. الشفاء من الإدمان على المخدرات والكحول أمر حقيقي، هكذا كان يقول الطبيب النفسي البروفيسور نزارليف في بداية حياته المهنية المذهلة. اليوم وبعد مرور 35 سنة يستمر البروفيسور بمشاركة الزملاء بإثبات معتقداته للعالم. تم الإخبار عن أنشطة المركز الطبي للدكتور نزارليف في جرائد العالمية الكبرى، ومنهم نيويورك تايمز، الجزيرة، MBC، CNN، روسيا اليوم، وفوربس. الحكايه راح تبدا من الاوفيس ديالو. للعلم انه الدكتور نزراليف هو مسافر العالم مثلي، نفس الحكايه، وداخل كولومبيا وداخل جنوب امريكا. بصح السبب مختلف، هو راح يبحث على حكايه المخدرات في كل العالم لانه متخصص في الادمان تاع المخدرات. اول حاجه كيف حتى جاته الفكره انه يفتح هذا المستشفى؟ لانه الفكره عجيبه غريبه. После окончания института, соответственно, я жил в Советском Союзе. Это был... فلما انهار الاتحاد السوفيتي بسنة 89 وقتها اجته فكرة انه كان مش عاجبه طب، مش عاجبه انه يضل قاعد زي هيك اي دكتور عادي. فوقتها قرر انه يلاقي فكرة جديدة. وقتها اجت بباله علاج الادمان المخدرات. ابو البروفيسور هو اصلا دكتور نفسي. فاجى على ابوه حكى له انا عندي فكرة لعلاج امراض المخدرات او علاج امراض المخدرات. قال له اياها ابوه وقتها انه اذا عندك فكرة لازم تخلصها للاخر، اذا ما راح خلصتها اذا ما عندك فكرة. وبعدها باسبوعين ابوه توفى. После этих слов отца я сразу же пошел в научно-исследовательский институт патентной экспертизы, подал заявку. بعدها قرر انه يعمل الفكرة، وجمع كل الابحاث وعمل وجرب وعالج ناس حتى بدون ترخيص ولا شيء. وبعد فترة معينة بعث كل اوراقه على روسيا، موسكو، على اللجنة العالمية او الجامعة العالمية لمكافحة الادمان والمخدرات عشان يعطوا تصريح طريقة علاجه. واستمر الحرب على التصريح حوالي سنتين. وسنة ال 95 فتح أول مركز بالعالم أو بالاتحاد السوفيتي اللي بياخذ فلوس عشان العلاج بطريقة جديدة، عالم جديد، وبياخذوا فلوس لأنه كان وقتها كل العلاج مجانا. فبدأوا يقولوا عنه الناس، يقولوا عنه أنت حرامي، تسرق فلوس، أنت بتعمل شمان اللي هو سحر وشعوذة ومش عارف إيش. وظل يحارب وهي صارنا 35 سنة شغالين. بيجوا علينا مرضى من أكثر من 40 دولة من حول العالم، وصلنا معالجين أكثر من 250 ألف مريض. مع الجين 4 مليون مريض. طريقة هذه لأنه أنا كنسافر العالم، عندي فكرة على مستشفى علاجة الإدمان في كل بلد. صح أنا حتى الآن مازال ما قاليش الطريقة، حاس أنه طريقة متميزة. وش هو الفرق بينه وبين أي مركز في أي العالم معالجة الإدمان؟ Во-первых, я потомственный врач-психиатр. Во-вторых, мой предлагаемый метод лечения, не предлагаем, каким методом лечу, это авторский метод. بقول لك هو دكتور نفسي بالوراثة. فمن هو صغير كان عنده الفكرة كيف يتم العلاج النفسي، كيف بيعالجوا المريض، ولما كبر تعب على نفسه كثير حتى وجد طريقة غير موجودة بكل العالم. هاي نعمل أقل من 6 ل 10 جلسات حسب حالة المريض. خلينا نقول المريض هون بعيش الأعراض الانسحاب والرغبة وهو نايم. هذا المريض من كندا، من مدينة تورونتو، عمره 42 سنة، إجا لحاله. Из анамнеза жизни стаж употребления 20 лет, начал употреблять морфий внутривенно. بقول لك صار له 20 سنة فترة التعاطي، 20 سنة باخذ مورفين بالوريد اكثر من 15 مره بمستشفيات حول العالم بشكل عام. هاي عندنا هو اول مره. اكثر مره بعد العلاج ضل شهر كامل ما تعاطى وبعدين يرجع يتعاطى من جديد. واول مره يجي اول مره يجي العلاج. هاي اول جلسه عنده. سوبوتكس هو باخذ
حبه ببلعها وحبه بعملها بالوريد. ف8 ملي جرام باليوم تعتبر جرعه 16 ملي جرام تقريبا باليوم، وهي تعتبر جرعه كبيره. شو قول له شو هو اخطر مخدر ممكن يعمل لك ادمان حياتك كلها وتكون صعبه باش تداويها؟ Самые опасные наркотики, которые можно вот от него не избавиться, тяжело избавиться. Все наркотики. كل انواع المخدرات. بقول لك لما يجي المريض لهون اول يوم المريض بنحط له جهاز مثل هيك، Это шлюз, حبل труба, حبل صغير чтобы طبي، работать все время с жидкостью. عشان دائما نعطي المريض محلول بشكل مباشر، Да, чтобы все время не втыкать. عشان ما نضل نعطيه محاليل بالوريد ونخرب له ايديه. Потом у каждого наркомана, شوف وكل у مريض каждого наркомана вен нету. شايف ما عنده اورده اصلا المرضى. Да. لأنه Вот это مخبينها. называется колодец. بقول لك شوف هي مثل بير Вот сюда укол вставляет, بضل يحط الابره، да, внутривенно и получает, да, кайф. يعني هو لانه في مكان عارف وين الوريد، اما لو انه مش موجوده ما بتعرف الوريد، كل اوردتهم خربانه. Чтобы с ним с иголками мы не тыкали, بقول لك عشان ما نضل ندق الابره هون ونخرب ايديه زياده، يحطوا لهم الدواء في بنحط لهم- رقبتهم. ايه بنحط جهاز هون برقبتهم تحت عظمه الترقوه. خلص المريض من هون يطلعوا الغرفه تبعته، بالغرفه بكون طول اليوم غائب عن الوعي او انه مش بوعيه. мы можем в состоянии вырвать. بقول لك الحاله هاي احنا بنقدر نرجعه لوضعه الطبيعي За 5 خلال минут мы можем خلال вырвать. اقل من 5 دقائق، بنقدر نرجعه لوضعه الطبيعي كانه ولا Но عامل мы это не شيء، делаем. ولكن احنا هذا الشيء ما بنعمله. Мы специально оставляем, بنخلي الدواء بجسمه اكثر وقت ممكن чтобы химия действовала больше. عشان الادويه والكيمياء الموجوده بجسمه تشتغل افضل. Поэтому рядом с ним нужен обязательно сопровождающий. عشان هيك يوم الكوما تحديدا Мы لازم даем еще يكون своего санитара, بجنبه المرافق، потому что он галлюцинирует. لانه المريض بعد الجلسه راح يكون عنده تهيؤات وتخيلات ويكون راح Он يكون может شيء было كويس. взять, да, как пирожки начать بقول لك кушать. ممكن ياخذ الصابون يفكره سمبوسك وياكلها، فهمت كيف؟ اوكي. Измененное сознание. يعني اسمه يكون مخربط شوية. وعيه مخبل ايه. غرف اللوكس اللي هي 10250 دولار تقريبا. لا بس هو يدفع الغرفه ولا يدفع تريتمنت ولا كيف الحكايه؟ تدفع التكلفة حسب نوع الغرفة، يعني بالتكلفة شامل السكن، الأكل والشرب والسكن للمريض والمرافق، العلاج للمريض، الاستقبال بالمطار، والفحوصات الطبية داخل المينيموم كم واحد يحب يعالج؟ 8450 دولار. معناتها 8000 دولار اضعف الايمان تدخل لهنا لهذا المركز، واغلاهم تلحق حتى ل 30 20 حق Это ال стоит 100,000. 33 тысячи. 100000 فيه. سامي دراجوي وسكوكا. Самый 100,000 дорогой دكتور. 60 тысяч долларов. يعني اقل سعر اقل خدمات بالفي اي بي ثمنها 60,000 دولار، نقدر نزيد لحد 100 و200,000 حسب كم خدمات الماكسيموم؟ الخطة. كم الماكسيموم؟ حسب الستوك. بوصل 100 و120. 120,000 دولار ممكن تداوي لهنا تعاطي المخدرات. هاوليك شوفوا واش عندهم. معناتها هذه كلها الفندق، هذه الغابه، هذه كلها تاعو هو. انا والله غير جيت ارتحت، ما عندي حتى ادمان، بصح ارتحت. ممكن عندي ادمان تاع السوشيال ميديا. وهذه غرفه الجولد 50,000 دولار. مرحبا بكم. هذه اغلى غرفه لهنا في المركز. اوه جميله تاع الجولد. وليك يبازيو على لي ديتاك شغل تقريبا. هاي كاين زوج بناك، هذه منه الطل الثاني منه على بيسين، جميله جدا. الدكتور هو اللي عمل ديزاين ده. اوكي شوف لهنا، هذه من الطل ديريكت على بيسين، جميل. شوف المنظر خويا هكذا، ماشي غير يروح لك الادمان يا صاحبي، داركم تنساهم. شوف الجمال. Они живут вместе. راح يهديني كتاب ديالو اللي عملوا بعد الرحلات ديالو كاع للبحث عن كل انواع المخدرات. قدام قبر بابلو اسكوبار في كولومبيا، هنا زراعه الحشيش. بوليفيا. قول له كيف قدر يدخل هون، كاك داش السودان قبل تعمق الداخل. Через спецслужбы. بقول لك كان يشتغل مع يتعامل مع الجهات الرسميه يعني И посольство России мне помогало. وكانت السفاره الروسيه وقتها تساعده. اوكي انا هكذا كيوتيوبر اذا رحت ممكن اتواصل، ممكن الحق اصور هادو. خوش سوى تاكسيمات يعني زين كاكسي مش في ذات говорит. Он не свяжется. صعبه صعبه صعبه. Фотографии. هاي هو مصورها، الصور هاي كلها هو عاملها. هذه هو Я مصورها захожу в كلها. гараж, كان بده يدخل على كراج 15 человек колятся. 15 شخص قاعدين وبيعملوا ابر، يعطيهم 50 دولار ويصور صوره واحده. 50 دولار في هذاك الوقت كثيره. Фотографии. وبعدين لما ياخذ 50 دولار يقول صور مثل ما بده. صور ايه، كان يعطي لهم دراهم ويخليهم يصورون. شايف كيف بايده؟ نعم هي الابره بايده. هو كان يسافر خصيصا ليكتشف البلدان وتكون عنده معلومات يفهم على المخدرات. أستراليا. هو الدكتور للعلم انه بسيكولوج يسكاني، هو بابا بسيكولوج معناتها اداها من الوراثه. قول له يعمل لي سكانر على الشخصيه ديالي. سكان دكتور سكان. Да, он очень открытый, بقول لك اول شيء انت شخص منفتح искренний, وشخص добрый, طيب. اوكي но очень обидчивый. بقول لك شخص بتزعل بسرعه.
очень ранимый, ممكن يجرح، تنجرح بسرعه، يعني حد يجرحك بسرعه но быстро отходит. وبس بسرعه بتقدر تنسى الالم اللي عندك او الزعل اللي عندك. Он всем хочет добра. وبتحب تعطي للناس شعور جميل يعني. قول له هذا ماشي بسيكولوج، قول له هذا ساحر. شعوذة. كيف عرفت كل هذه الاشياء؟ دكتور. المشكلة انه المرضى ما يحبوش يبانوا. عندنا هذا واحد، خلينا نصور فيه في ظهره. هلا جاي ماخذ الحجر تبعه عشان هو خلص العلاج، اليوم اخر يوم، بيجي بحط الحجر كانه عقد بينه وبين نفسه انه انا بطلت اتعاطى، من اليوم بديت حياه جديده. كل المرضى اللي فاتوا من هنا جبل كومبلي معمر بيهم ليك. ما لبش باش مكتوبه هذه بولسكا روسي هاليك دبي كينغدوم سعودي عربيا دولة الكويت. كاين بزاف من السعودية ومن الكويت يا صاحبي. يا علاء لازم تبحث لي تبع الجزائري، أول مريض جزائري جا عندكم. يلا لا آخر واحد جا مريض من أغنياء الجزائر. لقمان حصل على فرصته في 2017 يوليو 2017 جا لهنا وحط هذا الحجر وتعافى إن شاء الله من تعاطي المخدرات. هالي ألجيريا. تحية لك لقمان، تالي الزوم خويا. سبحان الله. جزائري آخر فتحي باي 2014 حصلت على فرصتي. جزائري آخر. السويس مصر موجود، السعودية موجود، الكويت الكويت بقوة، الكويت والسعودية بقوة، عمان، العراق. وبعد ما خلصنا الجبل أجمل وقت في اليوم وقت الفطور خويا. هالك وقت الغداء. احنا في الجزائر نقولوا فطور. يس. هاوليك هون دائما عصائر طبيعية، قهوة شاي مربى، شوربة. هاي أكلة شعبية اسمها قريشكا زي القمح. اوكي. سمك. سلمون. نعم. بطاطا، كاع سلطات، عندك خضار، فواكه، خبز. كويس جميل. شوف كم جميل. كل يوم بيختلف. هادو كلهم مرضى. جماعة الخير خلصنا مع المستشفى. حبيبي إذا أي واحد عنده مشكل إدمان في العالم نقدر نقول لكم مع الدكتور نزار ليف. صدقوني بالله غير 28 يوم ينحي لك أي مخدر دخل في حياتك وخربها لك، بالكوكايين بكل أنواع. شو كآخر كلمة الواحد يجي لكم للمستشفى؟ يكون عندك إرادة، استعداد تتعالج، تواصل معنا واحنا جاهزين نساعدك دائما ان شاء الله. معالجة جارانتي 100% بإذن الله. احنا ما بنقدر نوعد 100% انه راح يطيب، ولكن 87% بنقدر نوعده. لكن فكرة المستشفى والطريقة اللي يداوي بها طريقة متميزة وحصرية ما موجودة في أي مكان. هاليك هذه هي الدخول الله كلينيك.